أريد أن أنبه إلى أمر أيها الإخوة. مد اللين بين علماؤنا بأنه لم مد حملا له على العارض السكون. يعني أرجو أن تركزوا معي على هذه المسألة. العارض السكون مد تشبيها له باللازم لأن اللفظ واحد. إذن العارض السكون لما أشبهه باللازم هو مشبه واللازم مشبه به. الآن المد اللين لما مد تشبيها له بالمد العارض للسكون. في هذه الحالة صار المد العارض للسكون مشبه به، وصار مد اللين مشبها. المشبه مد اللين والمشبه به المد العارض للسكون. فطالما أن مد اللين مد تشبيها له بالمد العارض للسكون فلا يصح أن يكون أطول منه. يعني لا يصح أن يكون المشبه أقوى في وجه الشبه من المشبه به. هذا معروف. لما أنا أقول فلان يشبه كذا فيجب أن يكون وجه الشبه، وهذا كلام من علم البلاغة طبعا، يجب أن يكون وجه الشبه في المشبه به أقوى منه في المشبه، وإلا لا يقال فلان يشبه كذا. فإذا اللين قلنا يجوز يمد حركتين أو 4 أو 6، والعارض حركتين أو 4 أو 6، لكن لا يصح أبدا إن اجتمعا في مقطع قرآني أو آية أن أمد اللين أطول من العارض السكون. لما؟ لأن اللين مشبه والعارض السكون مشبه به. يعني أقصى شيء ممكن يفعل اللين أن يكون مساويا للعارض السكون. هذا أقصى شيء ممكن يكون، لكن يزيد عليه ما يصح. إذن لو كنت أنا، تخيلوا معي شوي، لو كنت أنا أمد العارض للسكون حركتين، المد اللين شو لازم يكون؟ أيضا حركتين، ما بيصح يكون أكثر. أعيد لعلي أخطأت. المد العارض للسكون حركتين، مد اللين شو بده يكون؟ حركتين وبس. إذا مددت العارض للسكون 4 تعملون وجاءني قريش، كم أمدها؟ إما حركتين أو 4، يعني يا أقل يا مثل، لكن ما بصير أطول. 6 ما بصير. إن مددت العارض للسكون 6 تعملون وجاءني قريش أو خوف، لي أن أمدها حركتين أو 4 أو 6. إذا دائما بلغة الرياضيات نقول اللين أصغر أو يساوي العارض للسكون. اللين أصغر أو يساوي العارض للسكون. وإن عكسنا نقول العارض للسكون أكبر أو يساوي اللين، لكن اللين يكون أطول، هذا الذي لا يصح. ما قلته نراه على اللوحة التالية التي تبين اجتماع المد العارض مع مد اللين. نرى على اللوحة اجتماع العارض مع اللين. إذا اجتمع في التلاوة مد عارض للسكون مع مد لين فيجب أن يكون مقدار اللين مساويا أو أقل من العارض. ليه؟ لأن اللين مد تشبيها له بالعارض، ولا يصح أن يكون المشبه أطول من المشبه به. نرى على اللوحة هذا الجدول. إن مد العارض بمقدار حركتين فيمد اللين بمقدار حركتين، وإن مد العارض بمقدار 4 من الحركات يمد اللين بمقدار حركتين أو 4. أتلاحظون؟ إما مثله أو دونه. وإن مد العارض 6 حركات فيجوز في مد اللين أن يمد حركتين أو 4 أو 6. إذا دائما العارض أكبر أو يساوي، وإن عكسنا نقول اللين أصغر أو يساوي. هذا الأمر أرجو الانتباه إليه في هذا الموضوع.